السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده وانتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم حبوباتي باذن الله راح نحضر معكم مقارون العمى او كي يقولوا له مقارون الترك او المقرنه، كل واحد واش يقولوا في المنطقه تاعو. راح نوريكم طريقه كيفاش تفتلوه، على طريقتين نوريكم ثلاث طرق بالنسبه للمبتدئات كيفاش تنجحوا فيه، كيفاش تحضروه وتقدروا ديروه حتى كمشروع، بما انه كاين بزاف هنا في بليده او مناطق اخرى يحضروه في العيد الصغير وياكلوه في العيد الصغير. هنا قبل ما نبدا معكم مقادير حبيت نشكر احدى المشتركات اللي كطبقت اسرع وصفه تاع البسبوسه اللي كنت حضرتها معكم على قناتي، واللي هي بسبوسه البرتقال بنوات كوكو. نقول لها مشكوره وبارك الله فيك وشكرا على الثقه تاعك. هنا نبدا مباشره حبوباتي، نروحوا للعجينه واش نسحقوا في عجينه. شوفوا هنايا بالنسبه للمبتدئات عبروا بالعبر يكون صغير، ننصحكم بعبر يكون صغير هكا، يعني العجينه باش ما تطلعكمش بزاف وما تغلبكمش. بما انه انا موالفه به درت هذا العبر تاع البول تاع الشوربه، راح ندير 2 كيلات. شوفوا هنا يلزم يا البنات انكم تصيروه. وعندي ملاحظه اخرى، يلزم نوعيه تاع السميد تكون شابه. انا نستعمل هنا ماما، يلزم تكون نوعيه شابه وما تكونش فيها هذيك الحبه الكحله، لانه لو كانت تكون فيها هذيك الحبه الكحله راح بعد ما يطيبوا المقرونه العامه طيبوه راح يقعد محجز تحت فمكم. هذه نصيحه نقدمها لكم. ويلزم تصفوه. راح نضيف ملعقه ممسوحه تاع الملح. بطبيعه الحال على حساب الكيال اللي تحطوها نتوما باش تضيفوا داك الملح. انا في هذا البول تاع الشوربه اللي شفتوه درت ملعقه صغيره ممسوحه. بعد ما خلطت النواشف هذوك راح نضيف الماء عادي بارد مثل الحنفيه، واللي تكون مزروبه بطبيعه الحال راح دير ما يكون يعني تياد، يعني شويه دافي، باش هكا العجينه بالخف تطلع لكم. ولكن ننصحكم انكم ديروا ماء بارد عادي من الحنفيه، تليموا العجينه غير بشويه. وموسيو كيفاش تحطوا الماء غير بشويه، تفرغوا الماء غير بشويه يعني على دفعات هكا باش ما يغلبكمش الماء والعجينه ما تجيكمش جاريه. هنا ملاحظه اخرى زميله بنتي، ماكم تشوفون العجينه تكون يعني شويه يابسه، تكون حاكمه روحها. هنا يابسه، يا شوفوا كيفاش راهي ندلك فيها وراهي حاكمه روحها مليح، يعني ما تشمخوهاش بزاف، لانه لو كانت تشمخوا العجينه بزاف راح تطرى لكم. لانه العجينه لازم نخلوها تريح، بعد ما تريح راح تطلق روحها يعني تولي طريه. شوفوا هنا كيفاش بعد ما دلكتها لازم تدلكوها مليح واحد 10 دقائق ثم تدلكوا فيها. بعد ما دلكتها مليح ولات ملساء وشوفوا مازالت حاكمه روحها ماهيش طريه، راح نغطيها بكيس بلاستيكي وندخلها الثلاجه. الا كان الجو يعني سخونه، كان الجو بارد غير برا فوق سطح العمل فقط، خلوها حوالي 10 دقائق، ربع ساعه، نصف ساعه، جات ما تقوا صوالحكم يعني تغسلوا موعناتكم. انا خيطها فقط 20 دقيقه هكاك. شوفوا كيفاش هي طاعت لي. هنايا جبت معكم السمن. هنايا نصح البنات انكم ما تستعملوش السمن، لانه السمن مش راح يساعدكم. انا مع الاول استعملت معكم السمن لانه كانوا جداتنا بكري يستعملوا يعني السمن، ولكن السمن كان بكري سمن ماهوش كيما دوكا. انا ننصحكم انكم تستعملوا الزيت. انا هنا عاود جبت الزيت. السمن هذاك لازم تدخلوهم مليح. شوفوا هنا نحيت كميه قليله تاع عجينه والعجينه الاخرى غطيتها، ونجيب هاد الكميه قليله اللي كنت فيها تاع عجينه ودخلت فيها هذاك السمن. يعني لازم تدخلوا، لازم تعجنوها بهذيك شويه تاع السمن. دخلوا فيها السمن بهذه الطريقه وتحربشوها. هنايا بالنسبه لي موالفه تفتل المقارون العمى، راح تشكلوها كحرابش وتغطوها بكيس بلاستيكي. واللي ماشي موالفه يعني تفتل المقارون العمى يجيها صعيب ولا اول خطره، ولا ننصحكم انكم غير بشويه تاع عجينه دخلوا فيها الزيت ولا السمن هذاك. قلت لكم الاحسن الزيت يا البنات. دخلوا فيها هذيك الكميه تاع الزيت، زيدوا تعجنوها شويه وتبداو تفتلوا فيه. يعني ما تكلا تشكلوها كحرابش، ولكن الشرط انه العجينه لازم تغطوها باش ما تديكمش ديك القشره. شوفوا هنا بعد حرابش صغار هذه تخلوها مغطيه يا البنات، يعني ما تخلوهاش عريانه، لازم تغطوها بكيس بلاستيكي. هنا درت كيس بلاستيكي ما غطاش كامل، ولكن زدت لها الكيس بلاستيكي واحد اخر غير جوست باش نوري لكم برك. جبت هنا عندي هذا السيار، عندي هنا صواور واحد اخرين نحط فيهم هنا مقارون العمى. علاش خيرت السيار؟ باش هكا يضربهم الهواء بالخف من الاسفل وينشفوا معكم بالخف، وترفدوهم هذا السيار تحطوهم في منديل كبير يزيدوا ينشفوا. واللي ما عندهاش السيار بطبيعه الحال تقدر تحطها في صينيه وتحطها في قباله في مباشره في منديل ولا كشكاط يكون نقي. شوفوا هنايا دهنت يدي بالسمن
ويد واحده راني نحربش فيها، ويد الزوجه راني نكمل بها نحربش. وهنايا انا صراحه موقفه نكمل كي نبدا نحربش بجهه كما كنتوا تشوفوا ونجبد بجهه. هذه اليد اللي حطيت بها راني نحربش بها، ويد الزوجه اللي ملي هي تقعد تتحربش، يعني نربح الوقت. هنا بما انه فقط راني نوريكم باش تفهموني مبتدئات، راني نحبس في يدي. شوفوا كيفاش تفتلوها بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله ما كاش اسهل منها. هنا وريتكم هذه الطريقه بالنسبه يعني المحترفات شويه، ولا اللي ما ينخلعوش بهذه الخدمات ويجيهم ساهلين. يعني كما نقولوا عندها الصنعه في يدها، يعني كما نقولوا ما تجيهاش صعيبه هذه الحاجه، ما يخافوش من العجين. الطريقه الزوجه هذه هي بالنسبه للمبتدئات. نحب نتعامل بزاف مع مبتدئات. هاد الطريقه شوفوا، تحربشوا وتحطوا، تنحوا جهه رقيقه وتحطوها، تحبشوا بهذه الطريقه جهه رقيقه وتحطوا. البنات طريقه سهله سهله سهله، ما قانون العمى ماهوش واعر سهل، ولكن فقط يعني يشد الوقت. باش نكونوا صريحين، يشد الوقت، يعني ما تجي ديري كيلو يشد لك الوقت، خاصه للمبتدئات وليدها خفيفه. كيلو راح تجيبوا بالخفيفه. نوريكم الطريقه الزوجه كيفاش. شوفوا تحبشوا. هنا جبت الزيت، صراحه قلت لكم ما ساعدنيش السمن وما يساعدنيش وما نخدمش بيه انا السمن. حبيت نوريكم جدودنا كانوا يستعملوا السمن بكري، كانوا كاينين يستعملوا زيت، ولكن اكثريتها يستعملوا السمن لانه السمن كان السمن. هنايا راح نواسي بهذه الطريقه القديمه. شوفوا ترقوا بصبعتين الاولى وصبعتين وليد الزوجه، تزيدوا ترقوا بهم وتحطوهم مباشره ترموهم فوق السيار. المقاون العام ما يكونش خشين بزاف، ما يكونش رقيق بزاف كيما تاع المقطفه، لا راح يكون طول تاعو كيما راكم تشوفوا. حاجه الزوجه ما يكونش خشين. علاش ما يكونش خشين؟ باش كي يزيد بالكم مش حيزيد ينتفخ ويولي معجن. طريقه ثالثه البنات هذه هي، نحو بشويه تاع عجينه، غير شويه برك، وتضغطوا على يدكم الزوجه بهذه الطريقه وتحطوا. هذه اسهل طريقه نفضلها بالنسبه للمبتدئات. شوفوا انا سهلت عليكم، دائما سهل عليكم مبتدئات هكا باش ما تحيروش. وملاحظه اخرى، ما تحطوش وحده فوق وحده، باش خاصه اللي كانوا هكا خضر راح يتلازقوا لكم. ايبا هذه هي الطريقه المفضله للمبتدئات، راح تجيكم سهله وتربحوا فيها الوقت وتبداو تتعلموا فيها. بطبيعه الحال تبداو من تتعلموا بهذه الطريقه في يديكم، ولكن الطريقه التقليديه كما وريتكم الخطره الاولى. راح نكمل نعمر السيار وندير صواور الاخرين، نكمل نعمرهم ونخليهم ينشفوا. بعد ما ينشفوا حنا نقلبهم في ليزار يكون كبير. شوفوا هنا كيفاش غطيتهم هنايا، ولكن قلت لكم من الاحسن انكم ديروا غير بشويه وتخدموا، ما كلا ديروا حرابش. راح نخلي نعمر الصواور اللي عندي ونخليهم ينشفوا ونحطهم في منديل. راح نوريكم هنا كي عمرت الصواور. شوفوا هنايا هادو صواور واحد اخرين كنت ديجا من قبل درت صواور وقلبتهم في منديل، وهذو الاخرين اللي حضرتهم وحبيت نوريكم فقط مقتطفات منهم. شوفوا كيفاش يكونوا تعملوا الصواور تاعكم. وشوفوا هذه هي المقاون العام، ما يكونش يعني كبير بزاف، ما يكونش خشين، ما يكونش رقيق بزاف ايضا. هذا هو الشكل تاعو. البنات مقاون العامة قد ما يجي خشين قد ما يجيش شباب، كي يطيب لكم راح يزيد يخشان وراح يتعجن لكم، يكون مليح هكا. واذا كان رقيق بزاف راح يتكسر لكم، ويلزم تدخلوا فيه الزيت في مقاون العامة كي تبغوا تعجنوه فيه. كي تنحوا القمشه تاع العجينه وتعجنوها حتى تدخلوا فيها هذه الكميه تاع الزيت، راح يتشرب لكم هذه الكميه تاع الزيت ويجيكم بنين بعد ما يطيب وما يتكسر لكمش. شوفوا هنا بعد ما نشف لي شويه في السيار كنت نقلبو هكا في هذا المنديل الكبير، وهنا كان بدا ينشف لي. هنا نهار الزواج كان بدا ينشف لي. ما ننصحكمش انكم تحطوه في الشميسه، من الاحسن تحطوه في كاش مكان يكون هكا بعيد على الشميسه وفيه الدفء هذاك. انا كنت صراحه ما نكذبش عليكم كان هنا الحال شويه بارد، كنت نحطهم عند المدفاه هكا ينشفوا لي بالخف. هنا مده باش ينشف حتى ل4 ايام هكاك 5 ايام ينشف لكم مليح، يعني تضمنوا بلي ينشف لكم مليح كيما راكم تشوفوا هنا البنات. هذا هو هنا بعد ما نشف لي مليح. شوفوا اللون تاعو ما شاء الله، على بها قلت لكم خيروا نوعيه تاع السميد تكون شابه. انا استعملت نوعيه تاع ماما. شوفوا بعد ما نشف قعد الصفر، يعني ما بياش. راح نحمصو غير بكميه قليله. عندي هذه المقله نحب نحمص فيها، علاش؟ لانه ثقيله وما تحرقش. نحمص فيها كايا الروز، نحمص فيها مقاون لعمه، نحمص فيها الطمينه. وشوفوا اللون اللي
اللي مديتو المقرون الأعمى. أنا ما نحبش نحمصوه بزاف، علاش؟ لأنه لو كانت لأنه كاين بزاف زعما كي تحبوا تبيعوه، إلا حبيتو تبيعوه مبتدئ ديروه كمشروع، ننصحكم تحمصوه غير شويه هكا، لأنه كاين اللي يحب هذا اللون وكاين اللي يحب يزيد يحمصوه على هكا. لأنه ننصحكم أنكم تحمصوه شويه فقط. هذا هو الشكل تاعو النهائي. خلوه بعد ما تحمصوه مليح بهذه الطريقه، يعني ماشي تحمروه، حمصوه. انا نفضلوا هذا اللون، كاين اللي يفضلوا فونسي على هكا. ملاحظه، خلوه يبرد تماما باش تحطوه في اكياس بلاستيكيه. هنايا ندوزو مباشره للسعر، يعني شحال تبيعوه. كل كيلو وزنوه، بيعوه من 40,000 حتى 45,000، كل واحد ومنطقته. كما انا عملي فات كنت نبيعوه 35 دينار، يعني 35,000، ولكن دوكا نبيعوه من 40 حتى 45، وكل واحد ومنطقته. الحقيقه نهايه لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا كامل استفدتوا وان شاء الله تسترزقوا عليه. ودمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.